قبل ما نبدأ خلّيني أقول لك على حاجة مهمة جدًا، جدًا. لو أنت بتروح الgym وبتحاول تبني عضل وفي نفس الوقت تعمل عادة سرية، فلازم تسمع الكلام دوّة للآخر، لإن الموضوع ده فعلًا ممكن يكون السبب اللي موقّفك مكانك لحد دلوقتي. أول وأهم حاجة، العادة السرية بتأثّر على هرمون اسمه التستوستيرون، دوّة مسؤول عن بناء العضلات والقوة والطاقة. اللي بيحصل إنك بعد العادة بتحس بخمول وكسل ومودك مش متضبط، لأن جسمك بيستهلك طاقة كبيرة وهرمونات بتحتاجها في التمرين. يعني باختصار، كل مرة بتعملها قبل التمرين أو بشكل متكرر كأنك بتسحب من نفسك البنزين اللي محتاجه في التمرين. كمان العادة المتكررة بتبوظ جودة نومك، والنوم هو أهم وقت بيتعدى بيه الجسم وبيتبني فيه العضلات. يعني حتى لو أنت بتتمرن بشكل صح وبتاكل بشكل صح، جسمك مش هيقدر يعوض أو يبني عضل كويس. الملخص من الكلام دوت إنك لازم تمتنع 100%، ولازم توازن نفسك. خليك مركز على هدفك في الجيم ونظم طاقتك صح. كل ما جسمك هيكون في حالة توازن هتشوف فرق رهيب في جسمك، هيديك أداء وقوة وهيعلي المزاج عندك. وفي النهاية اللي عايز يطور جسمه بجد لازم يسيطر على شهوته، مش العكس. شهوته هي اللي تأثر عليه. العضلات مش بس تمرين وأكل، العضلات كمان انضباط. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو.